بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنا المواطن المصري نبيل مصطفى، كنت أعمل مديرا بالعديد من الصحف المصرية، ثم عملت مديرا تنفيذيا بإحدى الشركات الإعلامية التابعة لجريدة الشرق القطرية من ديسمبر 2013، وما زلت في قطر، ممنوع من قبل السلطات القطرية من السفر أو العودة إلى مصر أو مغادرة قطر. أنا بستغيث بسيادتكم لإنقاذي من الكرب الذي أعيش فيه منذ ما يقرب من العامين. تحملت خلالها الكثير قبل أن ألجأ إليكم، وطرقت كافة السبل الودية والقانونية والدبلوماسية دون أي جدوى. أرجو من سيادتكم أن تتدخل لإنقاذي من المصير الذي أواجهه والذي لا يعلم مداه إلا الله سبحانه وتعالى، حتى أعود إلى مصر بلدي وإلى أهلي سالما. كل ما ارتكبته من جرم إني بحب مصر وبحب السيسي، وبعلن ده علانة، وده دفع بعض المصريين المقيمين في قطر واللي بينتموا لتيار محدد واللي بيكرهوا أي حد يعلن حبه لمصر أو حبه للسيسي، دفعهم للانتقام مني من خلال إنهم قدموا شكوى ضدي كيدية في أمن الدولة القطري في مايو 2016. أحد الضباط استدعاني يوم 10 مايو 2016 تليفونيا وقال لي إن في بلاغ مقدم ضدي، وتبين بعد كده إن هو من مجموعة من المصريين. سألني عدة أسئلة كثيرة، من بينها: أنت كاتب على صفحتك أي حد ضد السيسي يخرج من صفحتي؟ قلت له نعم. قال لي هذا شأن داخلي ما لينا فيه. سألني عن كل فرد في أسرتي وعن تاريخ حياتي، وسألني عن كل شيء، وحتى عن وظيفة ابني كضابط شرطة. ولكن للأسف تم التحفظ علي في سجن أمن الدولة في ذلك اليوم، وفي الليل دخل ضابط نبطشي وسألني: أنت سيسي؟ بعد ما جالي مباشرة كأنه عرفتي. أنت سيسي؟ قلت له أنا مصري. قال لي آه. والصبح تعرضت على نيابة أمن الدولة. رئيس نيابة أمن الدولة وجه لي عدة اتهامات وسألني نفس الأسئلة: أنت كتب على صفحتك اللي ضد السيسي يخرج من صفحته؟ قلت له أيوه. وسألني عدة أسئلة، المهم اقتنع بدفاعي وأفرج عني. لكن جريدة الشرق لم تنتظر نتيجة التحقيقات، لأن الموضوع كان مرتب من الأول، كانت خدعة، وقامت بإنهاء خدماتي بعد كده بيومين في 15 مايو 2016، وقامت باختار بنك قطر الوطني QNB في أقل من 10 دقائق. كانت مستحقاتي خلصت وكان البنك تم اختاره، ده قبل ما أنا أوقع أصلا على قرار إنهاء الخدمة. البنك صادر مستحقاتي، عمل بلوك على الحساب، وصادر كل اللي اتحول من نهاية الخدمة، وعمل لي منع من السفر، ورفع علي قضية. في حين ان في العديد من الاشخاص بتونا خدماتهم من جريدة الشرق بيسمحوا لهم بالسفر، مستحقاتهم بتطلع مش اقل من 6 شهور، وبيسمحوا لهم بالسفر خارج قطر والعودة مرة اخرى. لكن اذا كانت نيابة امن الدولة حفظت البلاغ بعد ذلك المقدم ضدي، وده بيبرأ ساحتي، لكن كل التبعات اللي ترتبت على هذا البلاغ ظلت قائمة، وهي انهاء الخدمات، المنع من السفر، المنع من العمل، استصدار البنك الحكم ضدي. ولسادتكم أن تتخيلوا حجم المعاناة اللي أنا عانيتها حوالي 2 أو ما يقرب من 2 بلا عمل، بلا دخل، مطارد من هذه الفئة الكارهة لمصر والكارهة للسيسي من المصريين المقيمين، من بعض المصريين المقيمين هنا في قطر. إنما يريد هؤلاء الأشخاص المصريين الكارهين لمصر والكارهين للسيسي هو أن يحطوا من كبريائنا ومن عزتنا بأنفسنا وكرامتنا عقابا لنا على آرائنا وعلى حبنا لمصر والسيسي. لكن والله الذي لا إله إلا هو لن ينالوا مني أبدا أبدا، ولا من كبريائي ولا عزتي بنفسي ولا كرامتي، ولن ينجحوا أبدا في انهم يدفعوني ان انا اتخلى عن مبادئي وعن ارائي، حتى لو كان المصير هو السجن. هدخله وكل عزه وكبرياء وفخر واعتزاز ببلدي وبرئيسي.